السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده قرص بالعجوة. طريقتها سهلة والنتيجة مضمونة وناجحة جدا جدا. ده غير ان هي اقتصادية جدا، لا فيها حليب ولا بيض ولا سمنة ولا زبدة، يعني مكوناتها موجودة عندك في المطبخ. امشي معايا خطوة بخطوة وان شاء الله هتعملي احلى قرص بالعجوة من ايديك الحلوين. يلا كده نسمي الله ونعمل لايك للفيديو. شايفينها جميلة ازاي؟ واللون ذهبي معانا كمان والتسوية ممتازة. يلا كده لحنشوف مكوناتنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده لحنزل بكوباية مية ومعلقة خميرة فورية 50 جرام، ونص كوباية سكر تقريبا كده 100 جرام، يعني 6 معالق. لو انت عايزة تعيري بالمعلقة 6 معالق، نص كوباية. ولحتدوبيهم كده وان شاء الله كده يعني الخميره بتاعتنا شغاله ومضمونه. طبعا انا عشان كده علشان ما هشتغل كده بالميه، فعايزه اعزز الطعم بتاعي طبعا واخلي القيمه الغذائيه عاليه شويه. اللي هنزل ايه بكيس لبن نيدو، يعني حوالي معلقه. طبعا دي اختياري، لو انت عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها وعايزه تستخدم الميه ممكن تستخدميها. كمان نزلنا بنص كوبايه زيت ما يعادل 100 جرام. كمان كيس فانيليا. كيس الفانيليا ده اللي هيخلي ريحتي معايا القرص حلوه. دوبناهم كده. طبعا انت لو مش متاكده من الخميره بتاعتك يعني ممكن تركنيها كده على جنب 10 دقايق. هنا رح انزل بمعلقه خل. معلقه الخل دياتي بتخلي معايا اي معجنات، صراحه انا بحب استخدمها في كل المعجنات بتاعتي، ما بتخليش اي مخبوزات تتفرفت معاكي. هنا طبعا نزلت بكيلو دقيق ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه ونص معلقه صغيره ملح، لحد قلب كده الدقيق مع الملح والبيكنج باودر. وبعد كده هتعجني. انا هنا جبت كوبايه ميه، هنزل شويه بشويه لغايه ما اعرف بقى الدقيق بتاعي هياخد كام كوبايه ميه. وان شاء الله كده هتاخد بدل الكيلو الدقيق بتاعي ده هياخد 2.5 كوباية ميه. وزي ما قلت لك يا حبايبي، اللبن البودره يعني اختياري، لو مش عايزه تحطيه ما تحطيش. هنا احنا عايزين العجينه معانا تكون طريه كده وفيها مطه زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي هيخلي فيها المطه كده انك انت بعد ما تعجنيها كده هتريحيها دقيقتين، وبعد كده ترجعي تعجنيها تاني. في ده اللي هيبقى معاكي العجين فيه عرق جامد، فهو ده اللي احنا محتاجينه. هنا هنركنها على جنب كده وهنغطيها. احنا مش عايزينها تخمر يعني كتير، لا عايزينها نريحها كده حوالي 10 دقايق، لان هنا بعد التشكيل اللي هنخمرها. هنا عندي كيلو عجوه، نزلت عليه بمعلقتين سمنه او زبده عندك او زيت الموجود عندك، ولا هتعجنيها كده علشان تبقى طريه معاكي. هي طبعا طريه معايا بس انا عايزاها تكون طريه اكتر، علشان العجوه كل ما هي تكون طريه بعد ما بتخبز القرص كده بتقعد طريه من داخل القرصه. يعني معلقتين السمنه دول هيخلوا معايا العجوه قاعده طريه. هنا طبعا رح اكورها الحجم اللي انت حباه، طبعا عايزاها اصغر او اكبر او وسط براحتك. هنا بعد ما كورتهم طبعا هاخد اول كوره رح ابططها، وما تبططيش كده في الوسط كتير، يعني خليها عاليه كده شويه. تمام. والحد دي هتجيبي كورة العجوة كده ولا هتبططيها وتحطيها في الوسط، وتاجي لما بقى العجينة زي كده انت ما شفتيني. وهنجيب مقص وهنعملها هنقصها كده على شكل ترس او وردة. هنا اللي هعمل 3 مع بعض، لو انت حابة تعملي 3 4 5 6 براحتك، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بلم العجينة، شايفين عجينتنا طرية وناعمة ازاي، وهتبططيها وبعد كده بالمقص كده وهتعملي الشكل دياتي اهو جميل. وهتجيبي صينيه مدهونه زيت ولا هتحطيها وهنسيبها بقى تخمر. انا اللي هعمل 3 اشكال. ادي ده كده الشكل الثاني، وهتجيبي العجله بتاعتك كده وتعملي فتحات ولا هتلفيها ولا هعملها على شكل هلال. انا طبعا ما استخدمتش كميه العجوه دي كلها، لا استخدمت 600 جرام. العجوه اللي فضلت معايا وزنتها لقيتها 400 جرام، يعني اللي استخدمته 600 جرام فقط. هنا بقى بعد ما خلصت الاشكال بتاعتي، جبت يعني حوالي 3 4 معالق لبن ومعلقه خل لحد هنا الوش.
طبعا هنا بعد ما خمر معايا عايزاكي تعملي على اقل من مهلك عشان ايه التخمير ما يهبطش معاكي. طبعا هنا اللي هندخله الفرن. طبعا لو عملتي فرن البوتاجاز طبعا لازم يكون الفرن مسخن مسبقا ودرجة حرارة عالية. انا اللي هخبزه بقى في الفرن بتاعتي المعتادة اللي انتوا عارفينها، وهتكون سخنة بردي والنار معايا حلوة كده. طبعا انت هتعرفي فرنك ونارها ازاي. ادي شكلها حبايبي في الفرن وبره الفرن ما شاء الله اللون ذهبي معايا. اخدت معايا من 10 ل 12 دقيقة. لونها من فوق ومن تحت زي العسل اهيكم زي ما شايفينها. طبعا ده اللون بتاعها علشان خاطر ايه اللبن اللي احنا دهناه بيه. شايفين من فوق ومن تحت جميلة جدا. ادي كمان هنقسمها مع بعض ونشوفها. ما شاء الله الله اكبر، والله العظيم احلى من بتاعة الافران واقتصادية. يعني مش هقول لك زي بتاعة الافران بالظبط، بل بالعكس والله احلى منها بكتير واوفر كمان. وشايفين اهينا عملناها بالمية. طبعا لو وصلت معايا للفيديو وعجبك الفيديو بقى ما تبخليش عليا باللايك. شايفين ادي قسمناها غنية بالعجوة من جوا ما شاء الله عليها. يلا يا حبايبي بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى. السلام عليكم.